ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ في فيديو ما تعملش غير لما تحتاج، اللي هو الفيديو الأول في سلسلة غير فكرك. المبدأ الأول مبدأ يجني. كنت قفلت الفيديو بإن أنا قلت لك 3 محاور من الناحية العملية، واتكلمت معاك في عجالة كده عن المحور الأول من وجهة نظري الشخصية طبعا في الفيديو اللي فات، اللي هو ما تحطش كود أنت مش محتاجه دلوقتي. المحور التاني خلينا أحكيهولك من منطلق حدوتة حدثت بالفعل، كنت أنا بطلها. كان في وظيفة قبل ما اشتغل طبعا، الكلام ده كله كان في وظيفة قريتها وقدمت عليها، وتقريبا الCV بتاعي عدى من الانيشال سكان، فبعتولي تاسك. طبعا بما ان انت راجل عايز تبين ان انت كفء، وعايز تبين ان انت فت، وان انت راجل مخلص، وان انت من ال20% الاوائل، بتفكر دايما ان انت عايز تحط حاجات زيادة، فاكر ان هي دي السيلينج بوينت اللي انت بتبيع التاسك بيها او بتبيع شغلك بيها. فده بيوديك في حته ان انت فعلا بتضيع وقت في حاجات ملهاش لازمه، وكانت النتيجه ان انا اتاخرت عن تسليم التاسك، ما سلمتش كل الحاجات اللي كان في دماغي ان انا عايز اسلمها. لو انت الحكم في الحاله دي، انت مسلم متاخر والتاسك فيه حاجات زياده مش مطلوبه ومش كامله، وواحد تاني مسلم حاجات اقل بس هي التاسك هو اللي مطلوب منه بالظبط في الميعاد او قبل الميعاد، هتختار انهي؟ مش اللي هيفرق ديفلوبر عن ديفلوبر عدد الفايلات اللي بيقدمها، او عدد السطور اللي بيكتبها، او عدد الفيتشرز اللي بيعمل لها امبلمنتيشن. ده هيسلم التاسك شغال وده هيسلم التاسك شغال، بس اللي بيفرق واحد عن واحد هو دماغه ماشية ازاي. لما يبقى البروجكت 50 فايل، وبروجكت بيعمل حاجة معينة، وبروجكت تاني بيعمل نفس الحاجة بس 30 فايل، أكيد هتبدأ تبني على 30 فايل، أو 30 فايل بالنسبة لك هيبقى هو المين اللي هتشتغل عليه، وهتبدأ تشوف هو محتاج ايه اللي يتصلح فيه وتبدأ تصلح فيه. في ال50 انت مش هتيجي جنبه اصلا، لان ان انت تسكيل اب او تسكيل اون اسهل من ان انت تقعد تحفر علشان تسكيل اب برضه. بس انت دلوقتي اضطريت ان انت تنزل تحت في فيتشرز داخله في بعضها، فلسه هتقعد تفكهم علشان تطلع الفيتشرز اللي انت عايزها بالظبط. تشوف الامباكت هيكون فين لما تشيل الفايل ده من هنا، او لما تهيش الميثود دي، او لما تشيل الابستراكشن ده هيضرب فين، وتروح تدور عشان تصلح، ترجع تربطها ببعضها تاني، وبعدين تبدأ تبني عليها. ده كده المحور التاني من المحاور العملية بتاعت انت ليه مش محتاج ان انت تحط كود انت مش محتاجه دلوقتي، او ان انت تعمل فيتشرز انت مش محتاجها دلوقتي، وان انت محتاج بس ان انت تفكيرك يبقى بس في التاسك بتاعك. ده محتاج ان يكون جزء من تفكيرك وانت شغال دايما، ان انت ما تشغلش بالك بأي حاجة بره التاسك. وانا عادل مصطفى، واشوفك قريب.